راهن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على استقالته من منصبه من النقابة نهائيا في حالة تجميع أقل من 20 مليون جنيه من إيرادات حفلات الساحل الشمالي في العام الحالي 2023. كتب مصطفى كامل على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال: غدا بأمر الله على ورق النقابة وبختم النقابة وبتوقيع الحسابات وأمين الصندوق والسكرتير العام، مفاجأة الساحل المنهوب سابقا وإثبات أن ما أقسمت عليه قد تحقق. أقسمت بالله إذا جاءت إيرادات الساحل أقل من 20 مليون سوف أتقدم باستقالتي، وراهنني الجميع أنه صعب. جدير بالذكر أن الفنان مصطفى كامل فاز بمنصب نقيب المهن الموسيقية شهر يونيو 2023 لمدة 4 سنين بالتزكية، في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة، وده بعد ما أعلن المركز الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية إن الفنان مصطفى كامل تقدم بمفرده بأوراق ترشحه على مقعد النقيب العام من غير ما يكون قدامه أي منافسين. كان الفنان مصطفى كامل اتعرض لهجوم عنيف جدا من معظم رواد السوشيال ميديا من وقت ما أعلن قراره بالسماح لمؤديين المهرجانات بالغناء زي حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وعمر كمال وغيرهم كتير. ورد نقيب المهن الموسيقية على الانتقادات اللي توجهت ليه بسبب الموضوع ده وقال: أنا بقعد معاهم زي أولادي وبنصحهم، وهما بيحبوني وأنا بحبهم، لكنهم عايزين يستسهلوا، يمكن يكونوا ترند. وأكد وقتها إنه هيوقع عقوبات قاسية جدا على أي واحد فيهم هيعمل أي شيء غير لائق على المسرح، وده لأنه بيحاول يحافظ على مستوى الفن المصري.